يا مساء الفل. في ناس كده وانت قاعد في امان الله في حياتك تلاقيها دخلت من غير احم ولا دستور، وتلاقي بقى اهتمام 24 ساعة، أغاني رومانسية ورد وفراشات على شوية أنا غيرهم وسوف أصلح ما أفسده الآخرون، حاجات كده من اللي بتخلي العين تطلع قلوب. وأول ما تقول هو شكل العوض جه ولا إيه، هوب تلاقي عوض اختفى، وتفضل بقى تلوم في نفسك، هو أنا كنت بحلم، هو أنا زعلته، طب هو ليه سابني ومشي؟ بيني وبينك هو ولا كان عوض ولا انت زعلته. اللي عمله الشخص ده حاجة كده اسمها البوم لوف أو قنبلة الحب، حاجة كده شبه العيال الصغيرة اللي كانت بترن الجرس وتطلع تجري. الناس دي بيبقى عندها أهداف تانية خالص غير إن هي تكون في علاقة حب حقيقية. يا إما بيكون شخص حاسس بوحدة، فأنت بالنسبة له حاجة مؤقتة، محطة يعني مش واجهة، لحد بس ما يقدر يستعيد توازنه تاني، أو انه عايز يثبت لنفسه انه مرغوب. هو مش بيحبك انت، هو حابب احساس ان حد يتعلق بيه. فاول ما بيحس انه انتصر بيزهق وبيمشي. او عاشق الرومانسيه، الشخص ده بيكون عاشق لفكره الحب، حابب القصه، لكن لو القصه دي اتحولت لواقع بتصدمه فبيمشي. او شخص ما شافش نفسه في المرايه، فهو حابب صورته اللي قدامه، حابب اللمعه اللي انت بتديها له، لكن اول ما المرايه دي بتعكس عيوبه بيكسرها وبيمشي. او بقى يكون شخص صياد، شخص عارف انه يقدر يتحكم فيك بمشاعره، عارف انه يقدر، هو داخل بس يثبت ان انا اقدر وامشي. طيب لما الناس دي كده لما بيمشوا ليه احنا بنتوجع اصلا؟ لما يدخلوا حياتنا نتعامل معاهم ازاي؟ ده اللي هتعرفه في الحلقة الجاية وبيني وبينك مع فريدة النجار. سلام.